السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حبايبي رجالة، يوم جديد وحلقة جديدة. وبصوا بقى، انا مبسوط جدا 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 يا جماعة. احنا وصلنا 200 مشترك على قناتنا الجديدة، بسم الله ما شاء الله. يا عم وليد 200 مشترك ايه ده؟ انت كنت بتقول لي انت 100,000. انا فرحان جدا بال 200 مشترك دول والله يا شباب. والله انا معاكم. الناس اللي بتقول لي فين يا عم وليد بقى، عايزين نشوف الزواج اللي بتفرخ ازاي، اللحم بتفرخ ازاي، ابو وش قصير، نقل البيض، الكلام ده كله انا معاك حلقه بحلقه. انا قسما بالله العظيم ما هطلع لك في يوم غير لما اكون طالع لك بمعلومه. ماليش انا بقى في قصه تعال بص على الحمام وتعال شوف الحمام وحمام بيضت 4 بيضات وحمام بيضت 6 بيضات وبص الحمام عمل ايه، والاشتغالات بتاعت اليوتيوب والفيسبوك ديت انا ماليش بيها، انا ماليش فيها. انا طلوعي عشان تشوفني لازم اطلع لك بمعلومه، لازم تستفيد مني لو حتى بمعلومه صغيره. والمعلومه دي في 2026 كمان بنلم القديم مع الجديد. حبايبي رجاله صباح الفل. النهارده كلامنا على جواز الحمام. جوز الحمام بيتجوزهم ازاي؟ ليه شروط وليه قواعد وليه قوانين كده بنمشي عليها عشان نقدر نجوز الجوز دول. دايما الناس تتصل وتشتكي وتقول لك ايه، والله يا وليد انا جيت اجوز الدخل مش عايز يتجوز، ده النتايه دي مش راضيه تتجوز. تعالوا كده نتكلم فوق عشان نبقى براحتنا وبعيد عن صوت العصافير. تيجي مثلا يقول لك ايه، والله وليد النتايه عندي مش راضيه تتجوز الدكر ده، ده الدكر دوت انا غلبت معاه ما برضاش يتجوز نتي غير نتايه معينه، ده انا حطيت الجوز مع بعض وقعدوا يضربهم في بعض. في اسباب يا جماعه وفي قواعد اساسيه لازم نمشي عليها ولازم ناخدها عندنا في الحسبان كده علشان اقدر اقول ان الجوازه دهيت سليمه وصحيحه 100%. واول ما احط الذكر للنتايه يكون الذكر مشخور، يتقال يا رجاله على الذكر اللي عايز يتجوز مشخور، والنتايه اللي انا هديها له زايفه. كلمه زايفه تطلق على النتايه، ما ينفعش مثلا اقول ايه ده ذكر زايف، لا يتقال ذكر مشخور. يقول لك الذكر النش يتمسك شخوره مش يتمسك زوفان. الله اكبر الله اكبر. نسمع رجاله اذان الظهر ونرجع لكم تاني يا حبايبي. حبايبي يا رجاله، ورجعنا لكم تاني في حلقتنا طريقه الجواز الصحيحه للحمام. قلنا طبعا ذكر يشخر او نتايه تزوف يبقى كده عايزين يتجوزوا. طيب يا وليد الكلام ده بيحصل امتى؟ لما فرد الحمام يكبر، لما فرد الحمام يبقى جاهز للتزاوج. لان بيقابلنا رجاله المشكله دي تقول لك ايه، والله فرد الحمام ده لسه عليه 4 وكل ما اديله نتايه يضربها. ما هو لسه عيل صغير هو مش فاهم. علشان اقدر اقول يا شباب، علشان اقدر اقول اي فرد حمام مثلا اهوت ان انا هجوز النتايه دي، علشان اقدر اقول ان انا هجوز النتايه دهيت يبقى لازم النتايه ديت تكون صمت. يعني ايه صمت؟ يعني خلصت الريش اللي عليها. دي انتهى سكروتها رجاله من عدتنا اللي شغالين بيها وبنفرخ فيها شباب. يبقى انا لازم علشان اقول ان انا هجوز النتايه دي مثلا انا بشببها عندي يا شباب، تمام؟ لازم لما افتح جناح النتايه كده الاقي النتايه، وليكن دي نتايه طبعا بتقلش يا رجاله، دي نتايه كبيره. بص اهي الريشه الصغيره عليها 2. النتايه دي لو هي لسه صغيره ما بتقلش ولسه عليها 2 ما تنفعش تتجوز. نفس الكلام اللي بقوله عن النتايه برجع بقوله على الذكر في حته الريش. يبقى لازم مبدئيا يكون جاهز للتزاوج ذكر بالغ او انثى بالغ، تمام؟ صم الريش اللي عليه، خلص العديله وعديله العديله والصم وصل للاخر تلاقيه. لو ذكر يبدا كده نقول يشخور، لو نتايه قلنا تبدا تزوف وتبرش كده لو حطينا لها ذكر. طيب حاجه ثانيه يا ولد، عشان اقدر اجوز فرد الحمام غير انه يكون خلص الريش اللي عليه يبقى جاهز ذكر بالغ او انثى بالغه، في طبعا حاجه مهمه جدا 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 وهو المكان. الشقه يا شباب اللي هيتجوزوا فيها ما ينفعش اجي مثلا ازنق جوز في عين 40 في 40 وانا بفرخ ما شاء الله اللهم بارك حمام وزار طويل كده وتقول لي دي شقه مناسبه. اقول لك لا، دي شقه مش مناسبه، او دي عش او مكان مش مناسب للحمام للتزاوج. لازم على الاقل لو انا شغال في حمام لا مثلا تكون العين اللي قدامي دهيت 60 في 60. انا مثلا عندي ما شاء الله ربنا يبارك قص صوافه، ينفع مثلا اسكر بالمناسبه يا شباب يعني واحنا برضو بنتكلم كده. القص الصافي دول انا برضو عارضهم للبيع. القص الصوافه دول انا عارضهم للبيع يا رجاله. بص الاشكال والمستوى عامل ازاي. يعني بالمناسبه كده عرض في السريع كده زي ما بنقول، بس على قناتنا على اليوتيوب الجديده يا شباب. يعني ال 100 مشترك او ال 200 مشترك او ال 300 400 مشاهده اللي هيشوفونا، القص دول انا عارضهم للبيع ودي المفاجاه اللي في الفيديو. فاول مشتري هيجي لي من على اليوتيوب على الجوز دول هيتعامل معايا احلى واجب فيهم ان شاء الله. حبايبي رجاله، اجي مثلا في جوز زي دول انا دلوقتي عايز اسمي الله واجوزهم. ايه يا وليد، خدنا بالاسباب اللي انت قلت عليها والذكر خلاص بالغ
والانثى بالغه. طبعا الرجال الحمام في قلش كمان، الذكر بالغ والانثى بالغه. طيب بسمي الله، بجيب عين 60 في 60 زي اللي قدامكم ديت، بسكن. اسمع بقى الحته دي لان الحته دي مهمه قوي، الحته دي مهمه قوي. تمام. بسكن الذكر في بابه اللي هو بالنسبه له شقته الجديده، وبسيبه فيه من اسبوع ل 10 ايام زي ما انت شايف قدامك كده. الذكر يفضل يجعر ويلف ويحفظ الباب ويشم ريحه الباب ويعرف ان ده مكانه. بصوا يا رجاله مثلا قص الصوفه اللي تحت ده، الذكر شحت في النتايه، وده حاجه ثانيه هنبقى نقولها بعد كده في حلقه ثانيه ان شاء الله من علامات اقتراب وضع الانثى للبيض باذن الله. يبقى انا دلوقتي هجوز الذكر ده للنتايه دي، الذكر ما يعرفش النتايه. انا مبدئيا بسكن الذكر في شقته او في عينه لوحده من 7 ل 10 ايام قبل ما اجوزه النتايه. نقطه مهمه جدا قبل ما ادخل عليه بقى النتايه اللي هي البالغه، انا لازم اكون متاكد ان النتايه اللي في ايدي دي مش متجوزه حد، والذكر ده نفس الكلام مش متجوز نتايه ثانيه. يبقى شرط اساسي لازم يكون متطلقين مده لا تقل من 7 ل 10 ايام عشان يكون نسا نتايته او نسا ذكرها. جميل جدا. انا النتايه عندي بتبقى معزومه مثلا في خمس النتي، وليكن زي مثلا النتي دي كده، انا عازب النتايه في خمس النتي زي دول كده. ماشي يا عم وليد؟ تمام وزي الفل. جوزت الذكر او سكنت الذكر في بابه لمده من اسبوع ل 10 ايام. ها النتايه جاهزه؟ طب جاهزه دي بقى يعني ايه؟ يعني صحيا بس او بالنسبه للعمر بس؟ لا طبعا. انا لما اقول لك نتايه جاهزه يعني مفيش فيها ريشه بايظه، كلها واقفه مستفه، كلها جاهزه ان هي تتجوز. ينفع نجوز عروسه وهي تعبانه وخلصانه كده؟ لا. لما افتح جناحها كده الاقي جناحها كله، طبعا ديت رجاله عليها ريش لان الحمد لله دلوقتي في قلب، الاقي جناحها كله مساوي. يا ابو حميد طب خد الاربعه يا احمد دكوره لحم معاك في الشهاله اللي قدام السلاك. خلاص كده يا رجاله يبقى ريشها مساوي شمال ويمين، نتايه واقفه صحتها كويسه كلفه ما شاء الله تمام التمام زي الفل، جاهزه للتزاوج. زي مثلا على سبيل المثال النتايه اللي في ايدي ديت، بقوم مسمي الله وحاطط النتايه. شوف بقول لك ايه، بحط النتايه، بدخل النتايه على الذكر، ودي تبقى علاقه تزاوج. انا لو عملت العكس بتبقى علاقه عدوانيه، يبقوا داخلين يضربوا بعض. بص يا رجاله الذكر بقى هو اصلا هي مراته، بس بص الذكر يعمل ايه، ولو مش مراته يعمل نفس العمله دي. يعني انا دلوقتي لو حطيت اي نتايه، ركز معايا للذكر اللي جنبها، للذكر مثلا اللبلق الاخضر دوت، تمام، هيقوم واخدها واحنا واقفين. طب ما تيجي نجرب كده يا وليد، ورينا كده الذكر ده ذكر بالغ يا وليد؟ ذكر بالغ وشغال. وتعالى مثلا ندور له هنا على نتايه تكون برضه بالغه وشغاله كده، ونسمي الله ونحطها له ونشوف هو هيعمل فيها ايه لما ساعه ما نحطها له. يبقى انا خدت بالاسباب نتايه بالغه، بس انا طبعا شايل الحمام رجاله عشان الحمام في قلش، تمام. يبقى انثى بالغه وده ذكر بالغ. هنخش عليه هو بالكاميرا عشان نجيبه اهوت يا شباب كده، تمام وزي الفل يا عم وليد. سميت الله، الذكر متسكن في بابه، دخلت له نتايه بالغه وبقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله. يبقى انا كده خدت بالاسباب، حطيت له نتايه بالغه وهو ذكر بالغ. شوف النتايه بتعمل له ازاي، بص 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 يا جماعه، غير الحمام مش عافيه، غير الحمام مش بلطجه. شوف النتايه عملت ازاي يا رجاله، بص النتايه بتبرش له ازاي، بص طلعوا في المعدن ازاي، 10 ايام وتبيض. انما المشاكل بقى اللي بتقابلنا اللي هي ايه بقى، ده انا اديت الذكر للنتايه والذكر ما اتجوزهاش يبقى الذكر صغير، ده انا العكس اديت النتايه للذكر والذكر ما اتجوزهاش يبقى انت اللي دخلت الذكر على النتايه، بقت علاقه عدوانيه. الجواز يا رجاله ليه اصول. الجواز شفت كده في جواز البني ادمين كده بتاعنا كده، لما اقول لك ادفع المهر والشبكه وجهز العفش ومش عارف ايه، نفس الكلام. بصوا يا رجاله، في ضرب، في عجن، لا ليه؟ انا متاكد ان دي نتايه ومتاكد ان ده ذكر وسميت الله وجوزتها له. طبعا يا رجاله احنا مش ناويين نجوزها له ولا حاجه، احنا هنشيلها منه. ماشي، انا عارف ان انت هتضربني، والله عارف انك هتضربني، تمام. وبنشيلها طبعا لان الحمام في قلش. وبالمناسبه ان شاء الله يا شباب هبقى اعمل لكم حلقه عن القلش وازاي نهتم بالحمام وقت القلش، ربنا يبارك فيكم، تمام. يعني انا متهيألي كده انا لميت لك شروط الجوازه الصحيحه السليمه اللي من خلالها في خلال 10 دقائق او في خلال 5 دقائق الذكر بياخد النتايه. بس ما اجيش مثلا على سبيل المثال يا رجاله اقول ايه، ده انا عندي نتايه مثلا صفيه، انا عايز اجوزها، اصل هي عندي والله بقى لها زمان، ماشي. مثلا وليكن على سبيل المثال النتايه دي مثلا، هل دي مثلا تتجوز؟ دي شكلها كبيره اهيت ومش عارف ايه. بصوا يا شباب، لما اجي افتح جناح النتايه ديت الاقي بص الريشه الصغيره فين معايا، شكلها كبير، 1 2 3 4 5 6 7 فكه 3. بالله عليك دي تتجوز؟ لا دي زغلوله تترمي في مسطره النتي لحد ما تصوم، ويا تصوم كمان تطلع ودي تطلع نتايه، الحمام ما يبانش يا رجاله.
الحمام بيتبعنا. حبايبي الرجاله صباح الفل. دي كانت حلقه النهارده. طبعا يعني لو وصلت معايا للدقيقه ديت هستاذنك طبعا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنقدمها. ما تنساناش باللايك الجميل، اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر عدد من المشتركين يشوفوا الحلقه ويستفيدوا بيها، وده الهدف من الفيديوهات. صباح الفل يا رجاله. ويعني كان في النص كده عرض كده مش في الحسبان، اول حد يشتري مني على اليوتيوب ان شاء الله يتعامل معاه واجب جامد جدا جدا جدا. حبايبي يا رجاله صباح الفل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.